دي اشيك وافخم تشكيلة من السابليه الفرنسي اللي ممكن تشوفها في حياتك. حلويات العيد في حتة والسابليه ده في حتة تانية خالص، كان عليه جدل كتير. وهنعمله بطريقتين: التزيين البونبون الفرنسي والتزيين العادي البسيط الكلاسيك. تعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض، وهنعمل حشوات خطيرة هتعجبكم. مش هقولكوا بقى سهل وبسيط، لا مفيش الكلام ده خالص، انا مش بعقدكم بس دي الحقيقة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. معايا 500 جرام زبدة بدرجة حرارة المطبخ زي ما انتوا شايفين، انا ما بدوس عليها لينة في ايدي. ومعايا 250 جرام سكر بودر وبيضتين وطبعا فانيليا و750 جرام دقيق. انتوا سألتينوا على الدقيق اللي انا استخدمته في النواعم اللي قبل كده، كان سنبلته الفرات، بصراحة خطير جدا. بس في طبعا انواع كتيرة من الدقيق، انت ممكن تستخدمي اي دقيق متعدد الاستخدامات او اللي هو الكحك بتاع الكحك والبسكوت. انا هشتغل في العجان، بس انت ممكن تشتغلي بمضرب بيض كهربائي. هحط السكر والزبدة مع بعض، عايزاها تبقى لينة. بصوا انا سبت لكم الخطوة دي اللي انا بوقف واقلب عشان انا عايزة الزبدة بتاعتي لينة كويس جدا. لما اتضربت كويس حطيت البيض بيضة والفانيليا عشان المقطع ده ما تصورش، وبعدين حطيت الدقيق بتاعي. بصوا هي بتبقى لما معاكم بس بتبقى طريه شويه، فيها تلزيقه حاجه بسيطه. اخدت نص العجين او اكتر شويه من نص العجين وسبت الباقي، حطيت عليه معلقه كاكاو خام اسباني. انتوا ممكن تستغنوا عن الخطوه دي خالص، بس انا عايزاها يبقى فيها شوكولاته وفانيليا. انا سبت العجين ترتاح في التلاجة تقريبا ساعه او ساعه ونص او ساعتين على حسب، يعني على حسب الجو عندكم. وتمام، وبدات اطلعها كده رشيت دقيق من تحت ومن فوق. اهم حاجه بقى ان انتوا تشتغلوا من تحت كيس بلاستيك وفوق كيس بلاستيك او مفرش سيليكون زي ما انتوا شايفين، وعليها كيس بلاستيك عشان تقدروا تشتغلوا بيها. ومعايا القطاعات بتاعتي، اي قطاعات عندك مش هتفرق اي شكل. قطاعات كتيره بقى، السابليه لي قطاعات كتيره، بس انا القطاعات كنت بحطها في دقيق عشان ما تلزقش في العجينه بتاعتي. تمام كده. هقطع بقى كل الاشكال اللي انا عايزاها، بس كل شكل بعمل له 2 عشان انا هلزق كل 2 بسكوتين على بعض. وحطيتها بقى على مفرش سيليكون على الصينيه مش مدهونه اي حاجه اللي يريحكم. ومعايا كمان القطعات دي شكلها شيك قوي ومطلعه اشكال حلوه. لما خلصت اول صينيه شغلت الفرن بتاعي على درجه حراره 200. قعد معايا 3/4 ساعة، بس انا بلف الصينية كل شوية عشان تاخد لون موحد. انا ما بشغلش الشواية، البسكوتة بتاخد لونها منها فيها. زي ما قلت لكم القطعات بقى ديت ترجع لكم. انا كده خلصت اول صينية وهدخلها الفرن وهنشوفها دلوقتي مع بعض. ما شاء الله التسوية، اللون موحد. البسكوتة كانت لوحدها خطيرة يا جماعة، البسكوتة لوحدها تحفة من غير اي تزيين، جميلة جدا. معايا كمان قوالب الطرت دي، انا عملت معاكم فيديو الطرت لوحده خالص، هسيبه لكم في اول كومنت مثبت. زي ما انتم شايفين باخد قطعه عجينه وبسكنها فيها وبعمل لها تفتيحات عشان ما تنتفخش معايا بشوكه او بسلاكه او باي حاجه. تعالوا نعمل جناش ابيض سريع. نص كوبايه سكر، تلت كوبايه زيت، كوبايه الا ربع كريم شانتيه. هحطهم على النار لحد ما يغلوا معايا، هقلبهم كويس قوي لحد ما يغلوا معايا. ومعايا 450 جرام شوكولاته بيضه مقطعها زي ما انتم شايفين، وهدوبها كويس قوي. لو انتوا حسيتوا ان هي لسه فيها تكتلات ممكن على نار هاديه خالص، او ممكن حمام بخار، وتبداوا تقلبوا فيها لحد ما تنعم معاكم زي ما انتم شايفين. هقسمها بقى في بولات على حسب بقى ما انتوا عايزين تعملوا الاطعمه. انا عملت 4 اطعمه، وهقول لكم فكره تانية لو انتوا مش عايزين تعملوا الجناش ده خالص. هقول لكم فكره اسهل دلوقتي. قسمتها على الاطعمه اللي انا عايزاها. معايا لوتس، معايا بيستاشيو، معايا بلو بيري، مع كندر. وطبعا الاطعمه دي حاجه ترجع لكم اللي انتوا حابينه. تمام كده، بس هي بصراحه الاطعمه خطيره وبالذات البلو بيري. معايا بقى نوتيلا بيضه عادي اللي هي بديل النوتيلا. حطيت عليها الصوص، صوص فراوله. ممكن تجيبوا باكيت وفي منها اكياس كمان، وحطيتهم في اكياس حلواني كده عشان ايه نسهل على بعض. ومسيحه بقى شوكولاته خام وحط عليها زيت، يعني كل 200 جرام اخده معلقتين زيت. تمام، على حمام بخار، بس انا كان بالنسبه لي الميكرويف اسهل، بس كل 30 ثانيه تطلعوا تقلبوها عشان ما تتحرقش منكم. ومعايا بقى القوالب
قوالب السيليكون دي اي قوالب عندكم بقى، اي اشكال عندكم. بدات احط الشوكولاته كده وابطنها، بس للامانه انا كنت بدخلها التلاجة وبرجع ابطنها تاني، بعملها مرتين، خلي بالكم عشان ما تتكسرش منكم، الخطوه دي اساسي. ومعايا كمان الشيت ده مكتوب عليه عيد سعيد، برضو بيدي شكل حلو قوي. اعملوا بقى الاشكال اللي يريحكم، اي مولدات سيليكون عندكم اشتغلوا فيها، هاتوا بتاعه الجيران وبتاعه الجيران واعملوا كل الاشكال. معايا كمان ده شكل الورده كان طالع ترند قوي، برضو بيدي شكل حلو قوي زي ما انتم شفتوا معايا. الاشكال في الاول كانت ما شاء الله، وبألف هنا على اللي نصيب ياكل منه. وده كمان شكل وردات كده بتدي شكل حلو قوي في التزيين، كل ده تزيين. معايا بقى شوكولاته بيضه برضو مسيحاها بنفس الطريقه، حطيت عليها بيستاشيو عشان البيستاشيو بقى داخل في كل حاجه في حياتنا دلوقتي. برضو قسمت القالب كده اجزاء، يعني نص شوكولاته نص بيستاشيو. وهوريكم فكره تانية برضو حلوه، لو انتم مش عايزين تحطوا عليها صوصات، وانتم ممكن بقى تحطوا اي صوصات تانية براحتكم. هنا معايا الوان جل، طبعا دي تنفع للشوكولاته البيضاء. حطيت موف واحمر، وكنت حاطه كمان على الشوكولاته البيضاء لوتس وكندر، وممكن كمان تحطوا نقطتين كده من الشوكولاته اللي هي بالحليب او البني عليها، تديكوا اللون البيج اللي هتشوفوه معايا خطيره. هنا بقى بعد ما الشوكولاته جمدت وعملتها زي ما قلت لكم مرتين، بدات احط الحشوات اللي انا عملتها، وقفلت كده بالشوكولاته الخام اللي انا مسيحاها، وبدات احط على طول البسكوت وهي سايحه عشان تلزق معايا، توفر معايا مجهود ووقت زي ما انتوا شايفين. وده قالب تاني برضو عملته بالشوكولاته الالوان، وبدات احط كده من بلو بيري. بصراحه الحشوه دي خطيره بجد، تحفه تحفه تحفه، جربوها. وممكن تحطوا اي صوصات انتوا حابينها، حطوا الحشوات اللي انتوا حابينها، الحشوات كتيره جدا، ممكن تحطوا صوصات بس، ممكن تعملوا الحشوات اللي احنا عملناها بس، فدي ترجع لكم. حطوا لي لايك بقى عشان الفيديو اترفع، عشان انا تعبت جدا فيه. هنا كنت عايزه اوريكم ان انا كنت مغلفاه كويس قوي عشان البسكوته ما تطراش معايا، لان انا ما زينتوش على طول او ما عملتلوش التزيين في وقتها. تمام. معايا بقى التورتات بتاعتي، الشوكولاته اللي انا مسيحاها بدات اعمل لها بطانه كده. ممكن ما تعملوش الخطوه دي بس اعملوها، لان اما تيجوا بقى تحطوا له الحشوات بتاعته البسكوته ما تطراش وتقعد معاكم اكتر وقت ممكن. الشوكولاته هعملها بالشوكولاته، والشوكولاته البيضه هعملها بالشوكولاته البيضه. يعني بصوا بدعوا انتوا بقى وربنا يحسن ما بين ايديكم، وطبعا بالحشوات. ومعايا كمان ورق دهب، ده بيجي من عند اي مستلزمات حلويات. بسكوت لوتس، اللي باللوتس عاملاه باللوتس، اللي بالبيستاشيو حطيت له انصاف من الفستق، يعني حطيت مكسرات، حطيت حشوات تانية، بندق، اي حاجة انتوا حابينها اعملوها. عايزين تاكلوا البسكوتة لوحدها كده خطيرة. بصوا الجمال، بصوا الشياكة، بجد تحفة. هنا بقى كنت المقطع ده ما لقيتوش للاسف، اللي انا جبت كل بسكوتين ولزقتهم مع بعض بنوتيلا او بشوكولاته، او كنت ملزقه بالنوتيلا وبالنوتيلا بيضه وباللوتس وبالكندر، يعني كنت عامله انواع. تمام كده. وباخد كل اتنين بحطهم في الشوكولاته زي ما انتوا شايفين. ده التزيين بقى الكلاسيك اللي الناس مش عايزه تعمل الدوشه اللي احنا عملناها في الاول. تمام. وطبعا الشوكولاتات بقى اللي انا عملتها معاكم، بصوا الشكل تحفه. الشكل ده كان عشان مفرغ من النص، فحطيت له كده نوتيلا من النص كده زي ما انتوا شايفين، وحطيت له بقى الوردات اللي احنا عملناها في الاول مع بعض. ومعايا بقى الفرشه ديت من الدست الذهبي، ورول بقى رول في كل اي شكل انتوا شايفينه، حطوا له تاتش كده. وحطيت له ورق، حطيت ورق ذهب. يعني بصوا التزيين ده بقى بيرجع لكم، والمتاح عندكم، ما تكلفوش الدنيا على نفسكم عشان هو مكلف قوي. خلي بالكم اخد مجهود كبير، يعني انا للامانه انا عاملاه تقريبا في 3 ايام، كنت كل يوم بعمل حاجة. بصراحة اخد مجهود مني جامد عشان يطلع بالشكل والجمال. الطعم خطير، بس يعني وانتوا هتاكلوه بس كلوه بالراحة عشان انا تعبت. بألف هنا، بألف هنا على اللي نصيب ياكل منه. الطعم خطير، الحشوات اللي احنا عملناها جميلة قوي. وطبعا كان في مربى حليب عملت بيها بدل كراميل، ممكن تعملوا كراميل في البيت. هستنى رأيكم واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.